بسم الله، اهلا وسهلا بحضراتكم. امسيه كرويه جديده من كوره حافظ، وامسيه رمضانيه النهارده من كوره حافظ باذن الله. ربنا يعيد عليكم وعلينا الايام بخير ورمضان كريم. هنبدا مع حضراتكم سريعا كده في حلقه النهارده، حلقه سريعه وحلقه فيها اخبار مهمه جدا جدا بتخص الاهلي وبتخص الزمالك. فيما يخص الاهلي والزمالك، النهارده تم الاتفاق على انه هو هيكون في سوبر او كاس بغداد الدولي، هيكون بمشاركه الاهلي والزمالك في مباراه وديه يوم 13 مارس، وده حصل خلال اجتماع وزير الشباب والرياضه المصري الدكتور اشرف صبحي مع وزير الشباب والرياضه العراقي، على اتفاق على كافه التفاصيل اللي تخص البطوله ديت. البطوله هتكون احتفاليه بين الاهلي والزمالك في مباراه وديه. وخليني اقول لك برضو يعني تاريخيا الاهلي والزمالك وديا التقوا 23 مره، كان الفوز من نصيب الاهلي 11 مره، وكان الفوز من نصيب الزمالك 8 مرات، والباقي في التعادل منه. الناحيه الثانيه البطوله دي هتكون مشاركتها كويسه جدا جدا بالنسبه للعراق في حته التسويق لكره القدم، بالنسبه للاهلي والزمالك لان هي هتكون بمشاركه المحليين فقط دون الدوليين. ده فيما يخص البطوله. وفيما يخص الاهلي النهارده كان اجتماع من مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي مع اشرف بن شرقي، وكان الكلام على انه اشرف بن شرقي هيكون اساسي يوم 5/3 قدام طلائع الجيش، المباراه اللي في الدوري المصري. يعني خلاص مارسيل كولر اقتنع اقتناع كامل باشرف بن شرقي. واحد شارك مباراتين ورا بعض، سجل في الاثنين، واحده قدام الزمالك واحده قدام حرس الحدود. وبالنسبه لك انت واحد سجلت في الزمالك، خلاص انت خدت ختم الجوده ان انت لعيب كويس جدا جدا جدا. ده فيما يخص اشرف بن شرقي وفيما يخص كولر. الموضوع الثالث بيخص الاهلي وبيخص بالتحديد محمد الشناوي كابتن النادي الاهلي، اللي في كلام ما بين انه محمد الشناوي مش هيجدد، بين محمد الشناوي هيجدد. محمد الشناوي طلع علينا مصدر وصرح تصريحات مهمه جدا جدا، واخر التصريحات كانت مهمه جدا لجمهور الاهلي. اللي حصل انه محمد الشناوي، المصدر ده قال لك انه محمد الشناوي النادي الاهلي حتى الان ومجلس ادارته مفيش اي حاجه اتقالت ما بين الاثنين، مفيش اي كلام، مفيش اي اتفاقات، مفيش اي كلام حول التفاوض والتجديد. ولكن مجلس اداره الاهلي، المصدر اللي صرح قال لك انه مصدر انه النادي الاهلي ومجلس ادارته حتى الان هم مشغولين اكتر بحته التنظيم لكاس العالم والصفقات الجديده والتجهيز والدوري وافريقيا وكل الكلام ده كله. وقال لك انه خلال التوقف بتاع الدوري المصري هيكون في كلام مع محمد الشناوي. التخوف من ايه؟ التخوف من انه محمد الشناوي جاي له عروض كبيره جدا جدا من الخليج، احدهما كان قيمته 500 ألف دولار سنويا. فبالنسبه لمحمد الشناوي 500 ألف دولار والعقد بتاع النادي الاهلي معاه، ف 500 ألف دولار يعني 130 مليون جنيه مصري، يعني بيعادل 3 أضعاف إلى 4 أضعاف العقد بتاعه مع النادي الاهلي. فالخوف من الحته دي، الخوف من الجزئيه دي. اقدر اقول لك ان محمد الشناوي هيكون عليه حمل كبير جدا جدا في شخصيته. محمد الشناوي عنده شخصيه كبيره جدا جدا، وده اللي مخلي الاهلي عنده رغبه كبيره جدا في التجديد لمحمد الشناوي. محمد الشناوي هو مش قائد بس جوه الملعب، هو قائد جوه غرفه خلع الملابس او غرفه الملابس. غرفه الملابس دي ليها قائد، وهو قائدها محمد الشناوي حاليا في النادي الاهلي. فبالنسبه للنادي الاهلي هتبقى خساره ليه ان هو يفقد محمد الشناوي الفتره اللي جايه. خليني اقول لك ان المصدر صرح ايضا انه في الفتره الاخيره انه في حاله محمد الشناوي مش هيجدد هو امر وارد. ودي اللي خلت في قلق جوه جمهور الاهلي. فكره ان محمد الشناوي ما يجددش فهي وارده، يبقى انت اكيد كمصدر عندك كلام تاني ما قلتهوش. محمد الشناوي بنسبه 70 او 80% هيجدد مع النادي الاهلي. محمد الشناوي قيمه كبيره جدا داخل النادي الاهلي، فمستحيل اداره الاهلي هتخليه يمشي. خاصة إنه المصدر ده قال لك إنه إدارة الأهلي هتتكلم مع محمد الشناوي، وهيكون في تقدير مالي كويس جدا الفترة اللي جاية في حتة محمد الشناوي بالتحديد. يعني من الأهلي للزمالك منه. الزمالك اللي مشكلتين، يعني الحلقة دي في مشكلتين فيهم للزمالك، سبحان الله كده مش عارف في إيه. المشكلة الأولى تخص جروس اللي الزمالك تعاقد معاه الفترة اللي فاتت لمدة سنتين. السنتين ما مرش منهم غير شهرين والراجل
كان من ضمن التعاقد بتاعه ان هو يكون في شرط جزائي في حاله فسخ التعاقد من نادي الزمالك، هيكون في شرط جزائي بقيمه شهرين من المرتب بتاعه. فالموضوع جروس ده يعني قيمه العقد بتاع الشرط الجزائي بتاعه حاليا هي 170 الف دولار، يعني ما يقرب من 86 مليون جنيه. لما انت تيجي تتكلم في عقد بالقيمه دي، فالزمالك ما عندوش القدره الماليه ان هو يدفع القيمه دي، 86 مليون جنيه دي ما عندوش القدره ان هو يدفعهم. فحاليا اداره الزمالك عاوزه تتوصل لحل ودي مع جروس. جروس رفض. ليه جروس رفض؟ لانه الطريقه اللي مشي بيها ما عجبتهوش، ان هو يجي شهرين مفيش اي تقدير ليه فهو يمشي. فجروس رافض اي مفاوضات في حته الحصول على عقد الشرط الجزائي. ده بالنسبه لجروس. المفاوضات شغاله واداره الزمالك مش ساكته في الحته دي. اداره الزمالك خايفه من حاجه، خايفه من ان جروس يرفع قضيه في الفيفا فيتحجب عن نادي الزمالك القيد، وده المشكله اللي يخشاها جماهير النادي الزمالك الفتره اللي جايه، لانه تعرض لها كتير الفتره اللي فاتت. اخر حاجه بتخص نجم نادي الزمالك الصاعد محمد السيد، اللي بعض الكلام اتقال انه محمد السيد هيروح الاهلي. محمد السيد في وكلاء تعاقدوا معاه او اتكلموا معاه من النادي الاهلي. خليني اقول لك انه الكلام اللي حصل ما بين الاهلي والوكيل للاعب ذات نفسه، وكيل محمد السيد ذات نفسه، كان في تحريض من وكيل اللاعب. مش عاوز اقول تحريض، يعني مش تحريض، هو زي نصيحه كده من الوكيل بتاعه ان هو ما يجددش لنادي الزمالك بسبب عدم المشاركه في نادي الزمالك الفتره الاخيره، لانه بيقول لك ان انت شاركت من 35 مباراه شاركت في 9 ما عملتش حاجه فيهم. انت بتثبت ادائك كويس بس ما سجلتش، بس ما عملتش اسيستات، فالحاجات دي لم تحسب لك. كابتن احمد حسام ميدو قعد مع اللعيب واتكلم معاه في عده نقاط، ان انت لعيب مهم ولاعيب صاعد ونادي الزمالك محتاج لك الفتره اللي جايه، وانت عمود من الاعمده الرئيسيه، اللي هو الكلام التحفيزي منه يعني. فاللعيب ما عندوش مشكله وجدد، ولكن كان في شرط من الشروط اللي شرطها اللعيب، مش هقول لك على نادي الزمالك، ولكن هي نصيحه بالنسبه لي او تمني من اللعيب لكابتن حسام ميدو، انه في حاله انه كان في عقد احتراف كويس قوي للعيب جاي يوافق عليه نادي الزمالك وهو يخرج اللاعب. غير كده اللعيب ما عندوش اي شروط، اللعيب مش عاوز اي حاجه من نادي الزمالك تاني. اللعيب مكمل، اللعيب موجود. اللعيب الاهلي ما اتكلمش معاه، ولكن هو الكلام اللي كان حاصل ما بين وكيل اللعيب ذات نفسه وما بين اللاعب ذات نفسه، مش اكتر يعني. كده حلقتنا انتهت. اشوفكم باذن الله على خير. تصبحوا على خير. السلام عليكم.